في الفيديو ده هتكلم عن القاعدة الخامسة من قواعد الذكاء المالي، وهي فكرة الفرق ما بين كلمة asset وكلمة liability. ولو ده اول فيديو ليك معانا وانت مش فاهم اللي بيحصل، فانصحك انك تروح تشوف البلاي ليست اللي هسيبها لك هنا فوق في الاي، اللي انا بتكلم فيها عن قواعد الذكاء المالي. فمن غير ما اخش في تفاصيل، روح شوف الاول البلاي ليست دي وامشيهم كده ستيب باي ستيب، فيديو كده، عشان خاطر تبقى فاهم انا بتكلم عن ايه. واكيد لو انت جديد هنا في القناه، فاحب ارحب بيك في قناتي الصغيره الحماسيه، واحب اعرفك الهدف من القناه، وهي فكره الديفلوبمنت او التطوير، وهي انك تطور نفسك في جميع مجالات الحياه. فلو انت حد مهتم بمواضيع التطوير عامه، او مهتم انك تخلي حياتك احسن، فاتمنى اخد من وقتك ثانيتين اتنين تعمل فيهم سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو. منها لو احنا نزلنا فيديو جديد يطلع لك الاشعار ان شاء الله، فانت تستفيد وفي نفس الوقت منها انا استفيد، والقناه بتاعتي تكبر اكتر واكتر. وزي كل مره من غير رغي كتير، خلينا على طول نخش في الموضوع. في الفيديو ده هتكلم على نقطة وعلى موضوع مهم جدا. حرفيا اغلبيتنا ان ما كانش يعني اتليست 95% من الناس مش عارفين النقطة دي، وفعليا النقطة دي مهمة جدا ليك في حياتك المستقبلية، وهي انك تعرف الفرق ما بين كلمة asset وكلمة liability. asset بتيجي بمعنى سلعة، بس المقصود بها الحاجة القيمة، الحاجة المفيدة، تمام. ولايبيليتي بتيجي بمعنى اللي هو العبء او الحمل. في عالم البيزنس او عالم الاستثمار، طول ما انت ماشي في حياتك مهم جدا انك تبقى عارف الفرق ما بين كلمه اسيت وكلمه لايبيليتي. وبالبلدي كده ومنتهى البساطه ومن غير ما اعقد المواضيع، اسيت دي هي الحاجه اللي بتدخل في جيبك فلوس، ولايبيليتي دي الحاجه اللي بتاخد من جيبك فلوس. الموضوع بسيط جدا. الموضوع لاول وهله يبان لك انه بسيط جدا، لكن الواقع الموضوع مش بسيط زي ما انت متخيل. ايه يا عم اللي انت بتتكلم فيه ده؟ موضوع معروف يعني. اكيد انا ههتم بالحاجات اللي تدخل في جيبي فلوس، ومش عايز الحاجات اللي بتاخد من جيبي فلوس، صح؟ هو الموضوع يبان لك بسيط، لكن الواقع بيقول الموضوع مش بسيط ابدا. لان 95% ما كانش 100% من الناس حلمها ان هي تكون نفسها عشان خاطر تشتري بيت وتشتري عربيه. ده حلم اي شاب في الدنيا، ودلوقتي حتى اصبح حلم الشباب والبنات ان هم عايزين يشتغلوا عشان يبقى معايا قرشين اشتري بيت واشتري عربيه. ده واقع احنا عايشينه. في حين ان الحلم بتاعك ده للاسف، خليني يعني اصدمك كده واقول لك ان الحلم بتاعك غلط تماما. لازم تفهم كويس ان العربيه والشقه اللي انت عايز تشتريهم دول، واللي هم حلم اي شاب في الدنيا او اي انسان في الدنيا، الاثنين دول بيتحطوا في خانه اللايبيليتي، مش بيتحطوا في خانه الاسيت. لان الاثنين دول بياخدوا من جيبك فلوس، مش بيحطوا في جيبك فلوس. ولو جيت فكرت شويه كده، الشقه اكيد مش بتحط في جيبك فلوس. انت لما هتشتري شقه، الشقه دي هتجيب لك فلوس؟ لا، الشقه دي جواها هتصرف الفواتير كلها اكيد، ولو حاجه باظت في الشقه انت اللي هتصلحها. ففي الحاله دي الشقه غير سعر الشقه نفسه اللي انت اشتريت بيه الشقه. الشقه دي نفسها انت عمال تصرف عليها فلوس، او عماله هي الشقه دي تاخد من جيبك فلوس. وكذلك العربيه، طبعا العربيه عمال انت تستهلكها، فانت عمال تصرف بنزين، وفي نفس الوقت عليها صيانه وما ادراك ما الصيانه، وعليها التامين وعليها الضرايب. ففي الحاله دي برضو العربيه، في الحاله دي العربيه اصبحت بتاخد من جيبك فلوس، مش بتحط في جيبك فلوس. طب دلوقتي حد يجي يسالني يقول لي طب انت عايز ايه؟ يعني انت عايزني ما اشتريش شقه يبقى معايا قرشين ما اشتريش شقه، افضل قاعد في الشارع مثلا؟ اكيد مش ده اللي انا هطلب منك، انك تفضل قاعد في الشارع. بس انا هطلب منك بدل ما تشتري شقه انت تقعد فيها، اشتري شقه استثمرها. واحد تاني ذكي دلوقتي هيفكر يجي يقول لي طب فرقت ايه؟ انا هشتري شقه استثمرها، فانا مش هقعد فيها. طب انا هقعد فين؟ انا هروح اجر واقعد في شقه تانيه. طب بدل ما اجر وادفع فلوسي لحد تاني، اقعد في الشقه بتاعتي حتى يبقى ملك، صح؟ وده الكلام اللي كلنا بنقوله، وده اصل الموضوع اللي انا جاي اتكلم عليه دلوقتي. وده الموضوع اللي هو اغلبيتنا لما بيجي بيفكر فيه بيبقى متلخبط، يقول لك ليه اشتري شقه استثمرها وانا في الاخر هقعد في شقه ايجار؟ فبدل ما اقعد في شقه ايجار، انا اقعد في الشقه بتاعتي وهو اسمي انا قاعد في الملك بتاعي. الواقع ان طريقه التفكير دي بتاعتنا هي غلط تماما، وده اللي انا هشرحه في الفيديو ده. فيا ريت اطلب منك كده انك تركز معايا وتصحصح معايا، ولو انت مش فايق قوم اعمل لك كوبايه شاي او قهوه، انا بحب الشاي اكتر بصراحه، وتعالوا مع بعض كده نتكلم في الموضوع. لان النقطه دي فعليا لو جيت فكرت فيها هتلاقيها معقده، وده اللي انا جاي اشرحه دلوقتي. انت دلوقتي معاك قرشين، تمام؟ معاك قرشين عشان تشتري بيهم شقه، والشقه دي لو انت اشتريتها انت مش هيبقى معاك فلوس تانية. يعني انت ما انتش واحد غني قوي عارف تشتري شقه واثنين وثلاثه وكده. اكيد لو واحد معاه فلوس وعارف يشتري اكتر من شقه، ففي الحاله دي طبعا يشتري شقه يسكن فيها تبقى بتاعته ملك، ويشتري شقق تانية يستثمرها. اول نقطه هتكلم فيها هي انك لازم تفهم كويس الفرق ما بين الشقه السكنيه والشقه الاستثماريه. دي ليها شروط ومعايير، ودي ليها شروط ومعايير تانية خالص. يعني لو انا رايح اشتري شقه، او لو انت رايح تشتري شقه عشان تسكن فيها انت وعيلتك، انت هتهتم بنقط تانية ملهاش اي علاقه بالاستثمار
الاستثمار. هتهتم ان المنطقه تكون امان عشان تبقى مطمن على نفسك انت وعيلتك، هتبقى مهتم ان المنطقه دي مخدمه جدا جدا عشان تعرف تلاقي الخدمات اللي انت عايزها، هتبقى مهتم انها تكون قريبه مثلا من المواصلات عشان خاطر ما تتبهدلوش لو انت معكش عربيه، هتهتم بالنقط اللي هي هتهمك من ناحيه السكن، لو انت عندك اولاد هتهتم ان هي تكون قريبه من المدارس. نظرتك هتختلف تماما من لو انك هتشتري الشقه دي بدافع الاستثمار. الاستثمار ليه شروط ومعايير تانية، فلو انت جيت اشتريت الشقه اول حاجه اللي انت عايز تشتريها عشان تقعد فيها، انت هتبص لها من الناحيه السكنيه مش هتبص لها من الناحيه الاستثماريه. هتفهم تاثير ده ايه لما هشرح لك الموضوع كله على بعضه. النقطه الثانيه اللي هتكلم فيها هي فكره، تعالوا نتكلم بالارقام. تمام، انت دلوقتي سعر الشقه 100000 وانت دلوقتي معاك ال 100000، عرفت تحوش وبقى معاك ال 100000. انت عندك حل من اتنين، يا اما تاخد ال 100000 دي تشتري بيهم الشقه وتقعد فيها انت وعيلتك وتبقى مبسوط وتوفر على نفسك الايجار وتوفر على نفسك المرمطه وتوفر على نفسك كل الحاجات اللي احنا عارفينها دي. بس في الحاله دي في المقابل انت ال 100000 بتاعتك دي خلاص ما بقتش بتجيب لك فلوس، ال 100000 دي اتحطت لك في شقه. تمام، وفي نفس الوقت انت كل شهر بتدفع الفواتير، صح؟ ولو حاجه باظت في الشقه زي ما انا قلت في الفيديو انت المطلوب منك تصلحها. ففي الحاله دي انت كده ال 100000 بتاعتك جمدتها في شقه انت قاعد فيها، فبالتالي انت مش عارف تدور الفلوس ومش عارف تكسب منها حاجه، وفي نفس الوقت الشقه عماله تاخد منك فلوس الفواتير وكده. اوكي، لكن انا متفاهم جدا ان الشقه اللي انت اشتريتها دي في الحاله دي وفرت عليك، لو انت مثلا بتدفع في الشهر 5000 جنيه على سبيل المثال، ففي الحاله دي الشقه وفرت عليك 60000 جنيه في السنه. لكن في المقابل لو جينا خدنا ال 100000 دي بدل ما تشتري فيها شقه انت تقعد فيها، خدها شقه استثماريه، يعني شقه هتستفيد منها من حيث الاستثمار. يعني على سبيل المثال انك تعرف تاجرها وبعد شويه تبيعها، او انك تعرف تسقعها تسيبها شويه وبعد كده على طول تبيعها وتطلع انت بفرق المكسب. فلو هنتكلم ان الشقه الثانيه اللي انت اشتريتها برده ب 100000، اوكي، والايجار بتاعها برضو 5000، في الحاله دي انت اشتريت الشقه ب 100000 صح، وبعد كده هتاخد ال 5000 من المستاجر اللي هو قاعد في الشقه بتاعتك، هتاخدهم من هنا تحطهم في الشقه اللي انت قاعد فيها، انت هتأجر شقه ثانيه. دلوقتي واحد يجي يقول لي طب انا استفدت ايه؟ ما انا كنت قاعد في شقتي وموفر ال 5000، ايه الفرق ان انا اخد 5000 من الشقه الثانيه اللي انا اشتريتها استثمار واخدتها من المستاجر وحطيتها في الشقه اللي انا قاعد فيها؟ هفهمك دلوقتي انت مستفيد ايه. انت بعد مرور سنه الشقه بتاعت اللي هي فيها مستاجر تقدر تقول للمستاجر ان العقد اللي انا هعمله لك سنه واحده، بعد السنه دي انت هتعرض الشقه دي للبيع، والشقه دي انت مختارها على اسس استثماريه، يعني انت عارف كويس ان المنطقه اللي فيها الشقه دي عليها ضغط او الاسعار في المنطقه دي هتعلى بعد سنه او هتعلى بعد فتره ايا كانت هي ايه الفتره. ففي الحاله دي انت قاعد في الشقه الثانيه ايجار، انا متفاهم ان هي ايجار، لكن انت قاعد ببلاش، انت مش بتدفع من جيبك، انت واخد من المستاجر اللي قاعد في الشقه بتاعتك اللي انت اشتريتها اللي هي الشقه الاستثماريه، وفي نفس الوقت عدت السنه، لما السنه خلصت يبقى انت كده خلال السنه انت كده ما خسرتش اي حاجه. بعد السنه دي انت هتعمل ايه؟ بعد السنه دي انت هتاخد الشقه بتاعتك دي هتعرضها للبيع. شقه انت وقت ما اشتريتها كان سعرها 100000، دلوقتي عدى عليها سنه ولنفترض بقى الشقه سعرها 150000. في الحاله دي انت قعدت سنه كامله ما دفعتش حاجه من جيبك، انت بتاخد من المستاجر ال 5000 من هنا وانت بتدفعهم للراجل في الشقه اللي انت قاعد فيها، فانت كده كانك ما خسرتش ولا حاجه، وفي نفس الوقت عرفت تبيع الشقه وعرفت تطلع لك بمكسب 50000 صافي مكسب، وتعرف تعمل الحركه دي تاني، تدورك على شقه مثلا بعد كده في حدود ال 130، لان اكيد هتبقى الاسعار ارتفعت، وبعد كده تصبر لك سنه وتجيب لك مستاجر يقعد فيها، وبعد كده برضو انت هتقعد الايجار ده او انت هتقعد السنه الثانيه دي من غير فلوس خالص، وبعد كده برضو تبيع الشقه ويطلع لك بمكسب تاني 50 او 70000 ساعتها، وهتلاقي نفسك انت في السنتين في الاخر مطلع لك قرب ال 100000 او 120000 مكسب. لكن لو انت قاعد في الشقه بتاعتك، لو انت حطيت ال 100000 في الشقه السكنيه اللي انت فرحان بيها وكل حاجه، الشقه اللي هي سعرها 100000 اساسا مش يعني مش هيحصل ارتفاع اسعار زي ما انت متخيل في المناطق الاستثماريه، بس هفترض معاك ان الشقه بدل يعني ما كان سعرها 100000 بقى سعرها 300000، هل انت هتعرف تبيع الشقه؟ مش هتعرف تبيعها، لانك انت هتقول لي ايه؟ هتقول لي انا قاعد فيها انا وعيلتي، انا لو بعت الشقه اوكي وطلع لي 300000 هروح فين؟ هقعد امرمط نفسي تاني عشان ادور على شقه سكنيه تانيه؟ خلاص احنا استقرينا هنا ومدارس الولاد هنا واحنا عملنا معارف هنا وده الواقع اللي بيحصل. هبيع شقتي ليه؟ حتى لو سعرها بقى مليون انا مش هقدر ابيعها لاني انا واخدها سكنيه وانا خلاص سكنت هنا وانا بقيت مطمن هنا. لكن في الفكره الاستثماريه انت الشقه اساسا انت مش قاعد فيها، فانت سهل جدا انك تستفيد منها في السنه دي عن طريق المستاجر اللي هو قاعد فيها، وبعد السنه تعرف تبيعها وتطلع بفرق المكسب ده.
وعشان نلخص موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده، موضوع الحلقه هي القاعده الخامسه من قواعد الذكاء المالي اللي كنت اتكلمت فيها عن الفرق ما بين كلمه اسيت وكلمه لايبيليتي. وبمنتهى البساطه اسيت هي الحاجه اللي بتحط في جيبك فلوس، بينما لايبيليتي هي الحاجه اللي بتطلع او بتاخد من جيبك فلوس. وانا هنا كنت اتكلمت ان حلم الشباب كلهم ان هم يحوشوا فلوس عشان خاطر يشتروا شقه وعربيه، والواقع ان الحلم بتاعنا كلنا ده هو حلم غلط تماما، لان الشقه والعربيه بيندرجوا تحت قائمه اللايبيليتي اللي هم بياخدوا من جيبنا فلوس مش بيحطوا في جيبنا فلوس. وانا كنت هنا شرحت الفرق ما بين يعني على سبيل المثال النموذج اللي انا اتكلمت عنه هي الشقه، انك بدل ما تشتري شقه وتحوش فلوس عشان تشتري شقه تسكن فيها، في الاخر انت مش هتعرف تبيع الشقه دي لانك ساكن فيها. حتى لو كان سعر الشقه بدل ما انت ما اشتريته كان مثلا ب 100 بقى حتى بنص مليون، انت مش هتعرف تبيعها لانك انت قاعد في الشقه. بينما انت لو خدت ال 100,000 دي اشتريت بيها شقه استثماريه وانت خدت فلوس الايجار وفضلت قاعد في شقه ايجار، ساعتها بعد مرور سنه هتعرف تبيع الشقه الاستثماريه بتاعتك وتطلع بيه فرق المكسب، وتعرف تعمل نفس العمليه دي مره ثانيه. في الحاله دي انت حولت الشقه من كونها شقه تندرج تحت قائمه اللايبيليتي اللي هي الحاجه اللي بتاخد من جيبك فلوس، ان هي اصبحت في الحاله دي اسيت، اصبحت تحط في جيبك فلوس عن طريق الاستثمار. لو في حد مش واضح له اللي انا بتكلم فيه او في نقطه عايز يستفسر عنها اكتر، يا ريت تكتب لي تحت في التعليقات وانا هرد عليها كلها. وزي كل مره دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو، خلوا بالكم على نفسكم وخلوا بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله. سلام.